لو المشروع دون بدأ ياخد اهتمام من جهات عليا او ناس تقيلة او ناس كبيرة، هتلاقوا عضو مجلس الإدارة اللي ما كانش مهتم دلوقتي بدأ يبقى مهتم. أهلا بيكم، ومع آخر نقطة ممكن تساعدنا في تحليل وفهم الشخصيات اللي قدامنا، وهي حجم الانترست، حجم اهتمامهم بالمشروع وبنتائج المشروع بتاعنا. هتقابلوا كتير ستيك هولدرز مهتمين جدا بالمشروع وبيساعدوكوا على المشروع دون وبيساندوا المشروع. ليه؟ في اهتمام شخصي نتيجة حاجة الايند، حاجة مشتركة، حاجة فيها اتساق ما بين احتياجاته واهتماماته واهدافه اللي هو عايز يعمله والمشروع دون وشغله واللي هو بيخرجه. وهتلاقوا ناس تانية لا، الموضوع دون بعيد عننا، مش في مجالنا، مش قريب مني، وبالتالي اهتمامي بيه هيكون ضعيف، وبالتالي مساندتي ليه برضو نفس الحكايه هتكون ضعيفه. زي ايه؟ زي مثلا احنا بنعمل سيستم معين او سيرفيس معينه جوه شركه، وبالتالي هتلاقوا واحد من اعضاء مجلس الاداره اللي الجزء دون تابع ليه هو مهتم جدا بيه، وبالتالي بيتابع معاك المشروع، بيتابع معاك نتائجه، لو في اي مشكله بتلاقيه بيساندك، اي وقت بتلجأ له بتلاقيه بيسمعك. ليه؟ هو مهتم بالمشروع، واهتمامه دون بينعكس على حجم السبورت بتاعه اللي هو مديه بالمشروع. وهتلاقي في نفس الشركه عضو مجلس اداره تاني، حد في البورد اوف دايركتورز تاني، الموضوع دون بعيد عن اهتماماته الشخصيه، وبالتالي مش مهتم بيه. يعني هو واحد من المشاريع اللي موجوده في الشركه بتاعتنا، مش مؤثر جامد، مش في البيزنس بيلر بتاعي، وبالتالي انا مش مهتم بيه. بس تخيلوا معايا لو المشروع دون بدأ ياخد اهتمام من جهات عليا او ناس تقيلة او ناس كبيرة، هتلاقوا عضو مجلس الإدارة اللي ما كانش مهتم دلوقتي بدأ يبقى مهتم، عايز يظهر في الصورة، عايز يتواجد في حفلة الافتتاح ويتصور معانا ويورينا ويوري الناس ان هو موجود ومعانا في المشروع دون. فهتلاقي الشخصية اللي ما كانتش انترستد خالص، ما كانتش مهتمة بالمشروع، فجأة بتتحول ومهتمة بالمشروع، وجاية تقول لك ها وايه الاخبار المشروع، لو احتجت اي حاجة انا مكتبي مفتوح معاك ويلا، وهكذا. اهتمامه بالمشروع هيكون مؤثر جدا على المشروع بتاعي. فقيسوا مدى الاهتمام، ولكن زي ما قلت لكم في المثال بتاعي، الناس ممكن تتحول اهتماماتها من وقت للتاني. المهتم ممكن اهتمامه يضعف، واللي ما كانش مهتم ممكن اهتمامه يزيد. هم بشر وما لهمش كتالوج، ده اللي احنا متعودين عليه من ساعة ما بدأنا نتكلم على البشر اللي معانا. دول الستة elements، دول الستة aspects اللي ممكن يساعدونا في تحليل وفهم الشخصيات اللي قدامنا. ما بنستخدمش واحدة منهم، عادة بنستخدم كلهم لو احتاجنا ولو قدرنا. وهتلاقوا توز اند تكنيكس بتقدر تجمع الحاجات دي مع بعضها عشان تدينا صورة جرافيكال للناس دي شكلها ايه او توصيفها ايه في المشروع بتاعنا. في الاخر يا جماعة احنا بنتكلم عن بشر، بنتكلم عن ستيك هولدرز، بنتكلم عن ناس بيتحكم فيها عواطفها قبل ما يتحكم فيها عقلها. بالعكس، ده العقل بمنطق المعلومة بعد ما العاطفة او المشاعر او الايموشن ساعتنا توجهنا ليها. ملهمش كتالوج، اللعبة كلها فينا احنا. قد ايه هتفهم الناس اللي حواليك، وبالتالي قد ايه هتقدر تحط الاسلوب الانسب علشان توصل لعلاقة ناجحة بينك وبينهم في المشروع بتاعك.